النهارده الفراخ الكرانشي اعمليها في البيت انضف واوفر لك. هنشوف المقادير بتاعتنا. هنا هجهز بولتين، واحدة فيها سائل والتانية عبارة عن دقيق وعليه بهارات جاف. هنا معايا نفس البهارات اللي هنا هي نفس البهارات اللي هحطها هنا. هي معانا بابريكا وكاري وملح وفلفل وبودرة ثوم. اهو اجيب بيضة، ده السائل، خليط السائل. هجيب بيضة واحط عليه البهارات واقلبها، وانزل بالدقيق، وهنزل هنا بقى بالمية واحدة واحدة لغاية ما تتكون معايا عجين خليط كده، يعني متماسك شوية. هنا بالمية واحدة واحدة، اخلطهم كويس. انا عايزاه كده بالسمك دوت، ما نخففش عن كده عشان تمسك في حتة الفيليه بتاعتنا. اجهز الخليط الجاف اللي هو عبارة عن كوباية الدقيق ونفس البهارات اللي حطيتها في السائل هي اللي هحطها في الدقيق، اللي هي بابريكا وكاري وبودرة ثوم ومعلقة بيكنج باودر ومعلقة نشا. هنا الزيادة هحط بس نشا. اقلبهم، الخليط اللي هغلف بيه الفراخ جاهز. هبدأ احط اهي الفراخ اللي تبلناها في الخليط السائل، ومن الخليط السائل على الدقيق الجاف. اقلبها في الخليط، اغلفها كويس. عايزه اقولك بصدر واحد هتعملي كميه حلوه لاولادك. وهنزل في الزيت اقليهم. تاخدوا اللون الذهبي كده. اهو بصوا مقرمشه ازاي وجميله كده. انا خلصت البانيه، وبصوا ما شاء الله لونه وريحته وحاجه جميله. انا هنا محضره صوص رانش او كايزر، هحط الرانش من تحت، والخس والبصل، شرايح بصل، شرايح طماطم، اللي انت حباه. عندك شرايح جبنه حطيها بالمنظر ده، انضف واحسن من بره 100 مره. جربيها هتعجبك ان شاء الله.